الفيديو ده تراجع من عالم أزهري قبل النشر. أما بالنسبة للمعلومات اللي في الفيديو فهي تجميع لآراء المفسرين باختصار، وهحط لكم المصادر في كومنت، وطبعا أولهم الشيخ متولي الشعراوي. سورة الانفطار سورة مكية، عدد آياتها 19، جت بعد سورة التكوير اللي بتتكلم عن أحداث يوم القيامة، فجت سورة الانفطار بعدها عشان تكمل وتحكي برضو بقية أحداث يوم القيامة. سورة الانفطار من الصور الجميلة جدا واللي سيدنا محمد قال عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى يوم القيامة كأنه رأي العين، يعني اللي عايز يشوف يوم القيامة ويعرف اللي هيحصل في يوم القيامة كأنه شايفها فليقرأ سورة التكوير والانفطار والانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. الانفطار هو الانشقاق، يعني في أحداث أو أهوال يوم القيامة السماء هتنشق. وفي برضو في آية تانية: فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني خلي عينيك تدقق وتبص في السماء كويس قوي، هل عينيك شايفة أي فطور أو يعني أي انشقاق أو بداية انشقاق. لكن في أحداث يوم القيامة السماء هتنشق، إذا السماء انشقت. وهنا إذا السماء انفطرت بمعنى برضو انشقت. وإذا الكواكب انتثرت. انتثرت يعني عارف لما ترمي حاجة على الأرض كده فتقول نثرت شيء على الأرض، يعني اترمت على الأرض واتبعترت، اتفرقت. ففي تفسير بيقول إن النجوم والكواكب في طول الحياة هي ماشية في مدار ومسار محدد، في أهوال يوم القيامة هي هتخرج من المسار ده وهتسقط وهتهوى وهتنتهي. ولكن مع تقدم العلم اتقال برضو تفسير تاني إن الكواكب حاجة هيحصل لها حاجة والنجوم حاجة. الكواكب والنجوم ليهم دورة حياة، يعني ليهم ولادة وطفولة وشباب وشيخوخة والموت، بينتهوا ازاي. فاكتشفوا ان النجوم لما بتيجي تنتهي نورها بينطفي، لكن الكواكب لما بتيجي تموت او تنتهي بتنفجر، فبتتقسم لملايين الاجزاء الصغيرة بتسبح بقى في الفضاء. فقالوا ان تفسيره اذا النجوم انكدرت، قالوا الانكدار هو ان الضوء بيقل، لكن اذا الكواكب انتثرت ان الكواكب هتنفجر وتتبعتر بقى اجزائها. ده التفسير التاني. وإذا البحار فجرت، كل البحار والمحيطات اللي على وجه الأرض هتنفجر، هتبقى نار. والله عز وجل قال ان في برزخ ما بين المياه المالحه والمياه العذبه، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. هتيجي في احداث يوم القيامه البرزخ ده هيتشال، فالمياه العذبه هتختلط بالمياه المالحه وهتغمر اليابسه. ده كله هيحصل في اهوال يوم القيامه على الارض، وبعدين الارض دي كلها تنتهي وربنا هيخلق ارض جديده وسماء جديده، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، اللي هنبعث فيها، اللي هي الآية اللي بعدها: وإذا القبور بعثرت. الأرض الجديدة دي اللي هنبعث فيها كلنا وهنخرج من القبور. بعثرت دي جاية من كلمتين مدموجين في بعض، بعث وأثير ما فيها، يعني هنبعث وهنطلع من القبور. ساعة بقى ما نبعث علمت نفس ما قدمت وأخرت. ودي فيها تفسيرين. التفسير الاول وده الارجح، ان كل نفس بعد ما تبعث هتبدا تفتكر هي عملت ايه، قدمت ايه في حياتها من خير ومن شر، واخرت ايه، يعني ما عملتش ايه من خير ومن شر. كل واحد هيحاسب نفسه قبل ما يتحاسب. والتفسير الثاني ان علمت نفس ما قدمت في بداية حياتها، هي عملت ايه في بداية حياتها، وما اخرت ماتت على ايه. يعني مثلا كلنا زمان سمعنا مثلا على ممثلة كانت قديمة وراقصة وقضت حياتها كلها بتعمل ذنوب كبيرة جدا، وجت في نهاية حياتها اعتزلت وتابت وتحجبت وماتت على كده. فلو تابت فعلا توبة نصوحة وندمت على الحاجات الغلط اللي عملتها في حياتها، فربنا يحول لها كل الغلط ده الحسنات. عشان كده احنا دايما بندعي بحسن الخاتمة. فما ينفعش ابدا ان انت تحس نفسك ان انت احسن من حد، لان ممكن اللي انت شايفه وحش ده يجي في نهاية حياته وربنا يخليه يتوب توبة نصوحة، فيبقى عند ربنا احسن منك بكتير بكل اللي هو عمله في حياته. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان نداء من ربنا للإنسان، وكلمة الإنسان أصلا جاية من كلمتين، كلمة النسيان. ربنا خلقنا بننسى، ودي نعمة أصلا علينا. لو ما كناش بننسى كنا هنعيش كلنا حياتنا كلها في عذاب. وإنسان جاية من الأنس، والصح ان انت لا تأنس بغير الله. يعني لما تبقى في حاجة مضايقاك وعايز تشتكي، الأحلى والأحسن ان انت تروح تصلي وتدعي وتشتكي لربنا، أحسن ما تقعد تحكي لحد ممكن في الآخر ما يفيدكش بحاجة. ما غرك بربك الكريم، يعني ايه اللي خلاك تتغر بعملك وتأمن
عذاب ربنا، يعني تعمل الذنب وتقول ربنا غفور رحيم، ما هو ربنا هيسامحني، ما هو انا احسن من غيري، بص الناس كلها بتعمل ذنوب لكن انا بصلي. احنا مهما عملنا احنا اصلا مقصرين، ومحدش فينا هيدخل الجنة غير برحمة ربنا. حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. فانت بقى يا ايها الانسان ما غرك؟ ايه اللي انت عملته خلاك مغرور وواثق قوي من عملك ومش خايف من عذاب ربنا؟ وكما قال أبي قتادة أن الإنسان غره جهله، حيث أقدم على معصية الله وقابله بما لا يليق. والله عز وجل قال بربك الكريم، رغم ان الله عز وجل ليه اسماء تانية كتير زي الجبار المنتقم، بس في يعني رقة كده في الآية ان ربنا يعني بيقول انا الكريم. الحسنة ب10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، والملكين اللي قاعدين هنا بيكتبوا الحسنات والسيئات. ربنا مخلي الملك بتاع اللي بيكتب الحسنات ليه سلطان على الملك بتاع السيئات، ولو فكرت بس ان انت تعمل طاعة معينة وما عملتهاش تاخد حسنة على مجرد تفكيرك، لكن لو عملتها تاخد بقى الحسنة ب10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. لكن لو فكرت في سيئة وما عملتهاش تاخد حسنة ان انت ما عملتهاش، ولو عملتها تاخد سيئة. فربنا كريم، ولكن ده مش مبرر ان انت تتغر بعملك مهما كان. انت الحسنة اللي عملتها او الطاعة اللي عملتها لا زودت ولا قللت من سلطان ربنا في شيء. ده انت المفروض تحمد ربنا ان هو وفقك ان انت تعمل الحسنة دي لنفسك. الذي خلقك فسواك فعدلك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. يعني ده ربنا اللي خلقك. يعني العلماء او كده بيسمها بيبتكروا حاجة، بيكتشفوا حاجة، لكن ما بيخلقوش حاجة. الخلق هو انك توجد حاجة من عدم، انت بتستكشف حاجة او بتبتكر حاجة من اوريدي حاجة موجودة. لكن ربنا لما خلق الانسان خلقنا من عدم. فسواك يعني ربنا سوى كل انسان باجمل شكل واجمل صفات، وحط له جيناته الوراثية اللي تختلف عن كل البشر من ساعة سيدنا ادم لحد يوم القيامة. وده اصلا اعجاز، لان مفيش حد في البشرية كلها عنده بصمة زي التاني. فعدلك، ربنا كان يقدر يخلقنا زي الحيوانات بنمشي على 4، ولكن ربنا اقامنا وعدلنا. عشان كده حتى احنا لما بنبقى بنركع، لما بنيجي نقوم بنقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بنحمد ربنا ان هو عدلنا، ما خلناش منحنيين كده زي الدواب والحيوانات. في اي صورة ما شاء ركبك، وصورتك شكلك وجسمك وملامحك دي بمشيئة ربنا. عشان كده لازم كل واحد يبقى حابب شكله لمجرد تفكيره في ان ربنا هو اللي اختار له شكله وميزه بيه عن بقية البشر. وبرضه في اي صورة ما شاء ركبك، فربنا يقدر يخليك على اي صورة وعلى اي هيئة، زي قصة اصحاب السبت لما عصوا ربنا وربنا حولهم لقرود. كلا بل تكذبون بالدين. كلا حرف زجر ونهي، يعني دي عايدة على مين؟ الناس اللي هم اتغروا باعمالهم. ما غرك بربك الكريم. فربنا بيقول لهم كلا بل تكذبون بالدين، انتوا مش مغرورين باعمالكم ومأمنين عذاب ربنا عشان انتوا عملتوا حاجات فعلا فظيعة، لا انتوا مش خايفين لان انتوا بتكذبوا اصلا بالدين، بيوم الدين يوم القيامة، وبالدين نفسه. ان في اصلا مسلمين فهم واخدين الدين وراثة، هم مأمنين بسيدنا محمد عارفين ان في يوم قيامة وعارفين ان في حساب وجنة ونار، بس لو كانوا مأمنين بالموضوع من قلبهم كانوا هيأدوا الفروض اللي عليهم. فإما انتوا اصلا تكذبوا بالدين كله اصلا مش مسلمين، يا اما مسلمين بس من جواكوا برضو مش مأمنين الايمان الكامل اللي يخليكوا تعملوا الطاعات وانتوا مش حاسين ان انتوا بتمنوا على ربنا بالطاعات اللي انتوا بتعملوها. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، اللي هم الملكين اللي على كتف كل واحد مننا. الله عز وجل سماهم بالحافظين، انهم بيحفظوا وبيكتبوا كل نفس بتتنفسه. كراما كاتبين، كراما جايه من الكرم، لان زي ما قلت لكم الملك اللي بيكتب الحسنات ليه سلطه على ملك السيئات، وان لما بتعمل ذنب بيكتب لك سيئه واحده. بيكتبوا كل حاجه ما عدا حاجه واحده بس، هي النيه دي محدش يعرفها غير ربنا. لما هنيجي يوم القيامه هيبقى الملك الحسنات كاتب حسنات كتير جدا، فيجي ربنا يأمر ان الشخص ده يخش النار، لان هو عارف ان كل الحسنات اللي اتكتبت دي هو كان بيعملها رياء مثلا. يعلمون ما تفعلون. ما تفعلون أشمل وأعم من ما تعملون. تفعلون يعني كل حركة، كل نفس. لو واحد ماشي في الشارع صفر، الصفارة دي بتتكتب، ويوم القيامة بقى ربنا يشوف نيته في الصفارة دي، كان بيعاكس واحدة ولا كان بينادي على حد. إن الأبرار لفي نعيم، يعني الأبرار دول هينعموا يوم القيامة. طب مين بقى الأبرار دول؟ في آيتين في سورة البقرة بيقول لك فيهم مين الأبرار. آية بتقول ولكن البر من اتقى، آية تانية بقى الله عز وجل شرح
شرح البر ده بالتفصيل. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني مش البر ان انت تقف تصلي تحط وشك ناحيه الكعبه وتصلي، ولكن البر ايه بقى؟ من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، اللي هي كانت في الآية التانية إيه؟ ولكن البر من اتقى. وإن الفجار لفي جحيم. الفجار في الجحيم يعني في النار. مين الفجار؟ قالوا إن الفجار جاية من الفجر، ان الفجر لما بيطلع الشمس او النور بتشق ظلمة الليل، فقال لك الفجار كده ان من كتر الذنوب اللي بيعملوها كانهم يعني بيشقوا او بيعدوا الشرع والقواعد الدينية. يصلونها يوم الدين. يصلونها يعني يتحرقوا فيها ويعانوا من حرارتها. يوم الدين اللي هو يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين، يعني اللي هيخشوا النار مش هيغيبوا منها، يعني هيفضلوا فيها على طول. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ليه اتعادت مرتين؟ والتكرار تعظيم وتفخيم وتهويل ليوم القيامة. زي في سورة النبأ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون في الدنيا لما الإسلام ينتشر ويتأكدوا ان هو ده الدين الحق، ثم كلا سيعلمون في الآخرة لما يشوفوا يوم القيامة بعينهم ويشوفوا الجنة والنار وكل الحاجات اللي سيدنا محمد قال عليها. هنا نفس الكلام. ما أدراك ما يوم الدين من الوصف اللي ربنا بيوصف بيه يوم القيامة في القرآن، واحنا هنا لسه في الدنيا مش شايفين ده بعينينا، بالنسبة لنا ده علم غيب. ثم ما أدراك ما يوم الدين لما نبعث بقى ونشوف ده بعينينا. طيب ايه الفرق في القرآن بين ما أدراك وما يدريك؟ في سورة عبسة ما يدريك لعله يزكى. قيل ان ما أدراك بتيجي في حاجة هي مش معلومة دلوقتي ولكن هتعرفها في المستقبل او هتشوفها في المستقبل وبتكون حاجة عظيمة. لكن ما يدريك جاية بصيغة المضارع، فما يدريك حاجة انت مش عارفها دلوقتي ومش هتعرفها. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني ما فيش نفس هتملك لنفس تانية اي حاجة، ما حدش هيقدر يساعد حد، كل واحد بعمله. والأمر يومئذ لله، يعني يوم القيامة الملك هيبقى ربنا وحده، هو اللي هيؤمر مين هيخش الجنة ومين هيخش النار، وهو اللي هيؤمر وهيسمح لناس هتدخل الجنة انهم يشفعوا لناس يدخلوهم معاهم الجنة. يبقى حتى اللي هيشفع ده هو لا تملك نفس لنفس شيئا. الامر يومئذ لله، ربنا هو اللي هيأمره ان هو يشفع لناس، والله عز وجل نفسه هيشفع لناس، وسيدنا محمد هيشفع، وسورة الملك هتشفع لناس. في شفاعات كتير جدا يوم القيامة بس كلها بأمر ربنا يجعلنا منهم يا رب. وعشان كده دايما حاول تبقى الناس اللي حواليك كلهم وتبقى قريب من الناس الكويسين القريبين من ربنا، لعل وعسى يعني حد منهم يسبقك للجنة يشفع لك ويدخلك معاه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.